السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عايزين نلحق صيام ال6 أيام من شوال لأن هيجروا هوا. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا وأتبعه 6 من شوال كأنما صام الدهر كله. فإن شاء الله نشجع بعض على الصيام، هم 6 أيام بس إن شاء الله، أيام قلائل. طيب احنا وصلنا النهاردة لحد تفسير سورة القارعة. من السور القصيرة الجميلة والسهلة. أول 3 آيات الله سبحانه وتعالى بيستهل السورة بالحديث عن أهوال يوم القيامة. القارعة، وده اسم من أسماء يوم القيامة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. قلنا الله سبحانه وتعالى لما يتحدث وما أدراك يبقى الأمر عظيم لازم ننتبه له. إيه اللي هيحصل في يوم القارعة؟ يوم إيه؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الفراش اللي هو بيطير فوق ايه؟ فوق النار ويتساقط من شدة سخونة النيران. فيبقى فراش كثير تبقى الناس كثيرة جدا جدا يوم القيامة. أما بثوث ومتفرقة، يبقى كثيرة كالفراش ومتفرقة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، دي أول حاجة. تاني حاجة وتكون الجبال كالعهن المنفوش. الجبال اللي احنا شايفينها جبال عظيمة وبتصل لآلاف الأمتار هتبقى ايه؟ زي قطعة الصوف اللي بنلبسها في الشتاء عشان ايه؟ نتدفى بيها، المنفوش. تمام؟ يبقى ايه؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش اللي هو الصوف. فساعتها يوم القيامة هتنقسم لإيه؟ لفريقين. فأما من ثقلت موازينه، يعني كترت حسناته في الميزان، طبعا ميزان يوم القيامة الحسنات والسيئات. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. معذرة. يعني ايه عيشة راضية؟ يعني في الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني الميزان بتاعه يبقى مش هيبقى فيه حسنات، هيبقى خفيف. فأمه هاوية، أمه يعني دي رأس، مقدمة الرأس. هاوية هتهوي، هتسقط فين؟ في النار، ربنا يعافينا. فأمه هاوية وما أدراك ما هي، برضو الأمر عظيم، النار دي مش سهلة. نار حامية، تمام، نار سخنة جدا. نار الدنيا دي مش هتيجي حاجة في نار الآخرة. نقرأ سورة القارعة، سورة جميلة ولذيذة. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. إن شاء الله هسيب لكم في صندوق الوصف اللي أنا رجعت له في التفسير، الكتب اللي أنا رجعت لها في التفسير. تمام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.